أشكر حزب اليسار الأخضر المغربي اللي نظم هذه الندوة اللي كتستهدف المرأة اللي هي في البلدة صغيرة. كما تعلمون في القرى هناك الأسر المحافظة، وأنا أقولها بكل صراحة: يوم دراسي ناجح بامتياز. لماذا؟ لأنه أمامي وجوه تمثل المرأة، نسبتها هي تمثل ثلث ديال الحاضرين، وهذا شيء جميل. في واحد البيئة كما قلت المرأة كتعرض لمضايقات كثيرة من طرف الأسر. أشكر هذا الحزب اللي دار هذه الندوة، لأنه لأول مرة 13 سنة أو 15 لم أرى وجوه هم رفاقي في اليسار الاشتراكي الموحد في منظمة العمل الديمقراطي، وبفضل اليوم الدراسي تلقيت مع هذا الإخوان أو هذا الرفاق. أشكر الأخت زهور، أشكر الأخ السي محمد زروال، أشكر السي زعتم اللي هو صديقي في الطفولة، أشكر الرفيق المعلمي اللي كان رفيقي في اليسار الاشتراكي الموحد على هذه العروض اللي قدموها، وهي عروض جد مهمة. غادي نبدا المداخلة ديالي، غادي نبدا بالمداخلة ديال الأخت زهور. يا ريت كون بدات منذ الاستقلال إلى اليوم تقول تهضر لنا على المرأة كيف كانت منذ الاستقلال إلى واحد المرحلة معينة، ومن تلك المرحلة إلى هنا كيف كانت المرأة، باش ندير واحد المقارنة خاصة للشباب. شبابنا ما كيعرفوش. يا ريت تكون دارت هادشي. المرأة هي التي حاربت المستعمر، شاركت مع الحركة الوطنية، ولكن مهمشة ما معروفاش لحد الآن. واش حنا كشباب واش عرفنا هاد النساء مثلا اللي ناضلوا وحاربوا المستعمر؟ يمكن جوجات ولا ثلاثة على الصعيد الوطني ومشناهمش حتى ما عارفينهمش حتى في الوجه. بمعنى المرأة آنذاك راه كانت مهمشة جدا. وخير دليل المؤسسة الملكية في عهد المرحوم محمد الخامس أو في عهد المرحوم الحسن الثاني، الأزواج ديالهم راه ما كيتشافوش في التلفازة، يعني راه كاين واحد الحصار على المرأة. وغادي نهضر على اليوم في العهد الجديد، في العهد ديال محمد السادس، المرأة ديالو ولا كيعرفها الشعب المغربي. هادشي راه ما خصناش نغفلوه ولا نقولوا هادشي غير تخربيق. هادي رسالة، سي ان ميساج بأنه أنا مع المرأة. الملك محمد السادس هو الذي بفضله تدخل كحاكم لفصل ما بين في المشكل ديال الخطة الوطنية لإدماج المرأة. نساوش هادشي، وأعطاها بعض الحقوق اللي كنعتبروها حنا كيساريين جد مهمة، بما أن راه كاين واحد التقدم. الشيء راه ما كيجيش غير هكاك، باش نجلسوا في القهاوي فوق الكراسة ونشدوا ستيلو حمر ونبداو نقطعوا هذا خطأ هذا دار. اعملوا وصححوا، راه كلشي غادي يخطأ، بين البشر راه ضعيف. اليوم في المغرب نرى امرأة تسوق طائرة. شي كاين قبل ما كاينش، مشيت تسوق الطيارة. اليوم كاينه في البوليس، في الجندر، ولات قايده. بغض النظر على الاداره نهضر لكم على برا، بمعنى المغرب يتقدم. لماذا؟ لان المراه تتحرك ما زكاش، وخير دليل الحضور. انا والله الا فرحت ما نكذبش عليكم مزيان. غادي نرجعوا للشرع. الله سبحانه وتعالى عز وجل خلق ادم وحواء، راه ماشي خلق ادم اليوم وبقى حتى الغدا هو يخلق حواء، راه خلقهم بجوج. هذه ما نساوش. ثانيا في الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء. راه كاين اللي كيهز هادشي هذا وتيبدا يلعب به كما بغى باش يسيطر على المرأة. راه ماشي هذا هو المفهوم ديالو الحقيقي، بما ان الرجل قوي. الرجل
مسؤول على المرأة، خصو يعطيها حقها، الحقوق ديالها خصها تعطاها. وشكون اللي غادي يعطيها ليها؟ الرجل، لأن دائما المرأة كنشوفوا لها بواحد النظرة خايبة. الأخت زهر هضرت على المرأة بصفة عامة، ولكن بغيتها تهضر على المرأة القروية. واش المرأة اللي في المدينة بحال القروية؟ لا، المرأة واخا كانت في الميدان القروي قادت المسيرات احتجاجية عمالة أزيلال. نشت فيديو عجوزة في عمرها 80 عام قادت مسيرة، شاركت في تحريك التنمية المحلية في القرى في الجمعيات. ولكن هذه المرأة حينما تريد أن تدخل المؤسسات، أنا هادشي راه عشتو ما قالوا لي حتى واحد، البنت تقدم الجامعات المحلية في دائرة معينة ما تيقبلها حتى واحد. والله بصراحة هذيك امرأة خصنا صافي على الرجال نكملوا. هذا فكر خطأ، خطأ قاتل وفادح، عانينا منه حنا، عينا ما نهضروا والو. إذا ما بين التوصيات هي السي زعتم شوفوا كيديروا لهاد الحيرة هذه. هضرت الأخت على بعض النتائج اللي جات بناء على تدبير الشأن المحلي ولا العام ديال النساء، وقالت لك بأن 71% من المستوى الثانوي وجامعي. أنا أقولها جهرا وأتحمل فيها كامل المسؤولية، المرأة هي التي ستسير المؤسسات من هنا 10 سنين. وخير دليل أنا في التعليم، مع من تنخدموا راه ولينا تنخدموا غير مع البنات. يا انتكم تمشيو غلطين، البنات هما اللي كيجيو الولاد بمعدل عالي. 10 سنين المرأة ستحكم المغرب في المؤسسات، بغينا ولا كرهنا، بفضل لا كومبيتونس، بفضل الثقافة وبفضل عقلوا على هذه الهضره الى حين الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى الفساد والمرأة. ما طرقت ليهاش الأخت من بين النتائج، ماشي تنتحاسبك وإنما غير غفلتيها. المرأة في الإدارة ما تتبغيش تشد الرجوة، ماشي بحال الرجل. بمعنى هادو من بين الأشياء اللي هي مهمة وإيجابية بالنسبة للمرأة. يمكن تقولوا لي فين شتي هادشي، أنا عارف ما نقول. بالنسبة المكتسبات ديال النساء، هي في الحقيقة تمسات في هذه اللحظة اللي كنعيشوا فيها، من بغاو يعطيوها 60% اللائحة الوطنية و30% بالنسبة للشباب. الانتخابات الأخيرة تعطتها لائحة وطنية هي بوحدها، وكنا كنتسناو باش تعطى لائحة حتى هي وطنية ويتزاد النسبة فيها، وإذا به تقلصت النسبة. وأقول جهرا هذا كيمس بالمكتسبات ديال المرأة. كونوا واضحين، خصكم تعرفوا شكون اللي كيدير هذا الشيء. أحزاب لا تريد التغيير في المغرب، يحلو لها أن تصطاد في الماء العاكر، ويبقى الشعب دائما هكذا. وشكرا.